ريحت انت بقى ان 100 جنيه ده انا اللي هدفع. امسك المايك. سمينا زرغوطه عروس. تعرفي ايه عن شروط الجواز الجديده؟ شروط الجواز الجديده؟ منعوا القايمه بقى. منعوا القايمه؟ والله بجد؟ والله منعوا القايمه؟ تعرفي ايه عن شروط الجواز الجديده؟ الصندوق اللي لسه طالع جديد ده قبل كاتب الكتاب. ما ينفعش كده. انا سامع ان هو بيقول لك حط 30,000 وكده وفاهم الشغله دي، بس انا لسه معيش 30، معيش 2 جنيه في جيبي اروح. بيدفع 30,000 العريس عشان يتجوز. الاول لتحيا مصر. والله سمعت ان في 30,000 وفي 20,000 وفي كلام كتير، والناس يعني في الشارع بقت تتكلم في الموضوع ده كتير جدا. يعني بعيد ان انا لسه صغير يعني والحاجات ديت قدام، بس انا سمعت كده ان في 30,000 جنيه هيدفعوا للراجل. سمعت منين؟ الناس يعني هو ان هو 30,000 عشان كاتب الكتاب وكده، هو ده اللي انا اعرفه. 30,000 عشان كاتب الكتاب، وان كل حاجه العريس هيجيبها. طب ايه رايكم بقى ان القرار ده طلع اصلا قرار غلط، والسوشيال ميديا اللي كبرت الموضوع، واساسا هي 100 جنيه 100 جنيه بس؟ طب مكبرين الموضوع ليه؟ 100 جنيه عليا. يا تتجوز اصلا عليا ال 100 جنيه دي خلاص. طب رايك ايه بقى في موضوع السوشيال ميديا ان هي كبرت الموضوع قوي 30,000 جنيه وعقدوا الشباب وبتاع؟ الميديا اي حاجه لازم يكبروها، ما بيسيبوش حاجه في حالها عادي. ريحت انت بقى ان 100 جنيه ده انا اللي هدفع. امسك المايك. سمينا زرغوطه عروس. في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا عايشينه دلوقتي، توافقي ان عريسك ما يجيبش دهب خالص ويتكتب في القايمه؟ لا ما وافقش. مفيش تفكير مفيش تفكير، لا اهم حاجه الدهب في الحوار. طبعا. ده رايك ولا راي اهلك؟ لا رايي انا. رايك انت؟ رايي انا. عايز تخطب وتتجوز في دهب؟ في دهب تايم. طيب تعملي ايه بقى لو خطيبك قال لك كفايه كده دهب ونجيب بقى كمل باقي فضه؟ هقول له يا احلى حاجه بجد. مستحيل. بجد والله؟ والله عايز. لو جميله متقدم لها عريس ان شاء الله بعد عمر طويل، لو جميله بنتك دي متقدم لها عريس وقال لك انا مش هجيب غير دبله دهب وهجيب الباقي فضه، توافق عليه؟ إيه؟ اكيد. توافقي؟ اكيد. ليه بقى؟ لو في حاجات تانية تغنينا عن الذهب ده، حاجات كويسة بقى، شخصية، اسلوب، اهل كده، اكيد الذهب مش كل حاجة. بس مساء الخير. مساء مين؟ مساء الخير. مساء الخير. خطبت ولا لسه؟ لسه. طيب ممكن يجي عليك وقت من الاوقات في ظل ارتفاع الاسعار ده وتقول لخطيبتك او قال لخطيبتك انا هجيب دبله ذهب والباقي فضه؟ لو هم وافقوا ماشي، لكن لو ما وافقوش هضطر بقى اعمل اللي اعمله، هتنطط بقى اعمل اي حاجه عشان اجيب لها بقى. وراك ايه؟ 100 الحمد لله. مرتبط ولا لسه؟ لا لسه مفركش. لسه مفركش؟ لو انت داخل على جواز، تمام، لو انت داخل على جواز بس امكانياتك مش تمام قوي، فرحت فقلت لهم هجيب دبله ذهب وهجيب الباقي فضه، ممكن؟ على حسب هي هتقبل ولا لا. يعني على حسب برضو، لو هي مثلا طالعه من بيت مش فارق معاها اي حاجه او من بيت شبهنا مش تفرق معايا، يعني معنى صاحب انت اصول. في ناس تانية بتحب بقى في ناس تانية بتحب المناظر الشكليات، لا انا مش عارف عايش شبه بنت خالتي، لا انا مش عارف مين جاله ايه كده يعني. ابو حميد اتفضل. ممكن يجي عليك وقت من الاوقات وتطلب من خطيبتك ان انت تجيب ده بدل ما تجيب دهب تجيب فضه؟ لا ليه؟ يعني بدل ما اجيب لها دهب اجيب لها فضه. بدل ما تجيب شبكه دهب هتجيبها فضه. يعني حسب الظروف. حسب الظروف معاك، يعني حسب ما تيجي تتجوز. ايوه لو الظروف تمام هنجيب ده ان شاء الله. لو مش تمام لا انا يوم ما هخطب واحده هتقدر اللي انا فيه. هتقدر. مش هخطب واحده حلوه وخلاص.